الكون مليان بالظواهر الطبيعية المختلفة، منها اللي فهمناه وتعودنا على وجوده زي البرق والرعد والكسوف والخسوف، ومنها اللي لسه محل غموض ودراسة زي الظاهرة اللي هنتكلم عنها النهاردة، وهي ظاهرة عفاريت البرق أو العفاريت الحمراء، واللي تم توثيقها بشكل رسمي في يوليو سنة 1989. وهي عبارة عن ظاهرة بتكون مصاحبة للعواصف الرعدية، وبتظهر في أشكال مختلفة على شكل ومضات باللون الأحمر، وبتكون ناتجة عن التفريغ الكهربائي اللي بيحصل في منطقة عالية فوق السحب الرعدية، يعني بتحصل في طبقات الجو العليا. وبعض العلماء فسروا سببها بأنها بتحصل بسبب تراكم الشحنات الكهربائية في السحب، فبترتفع الشحنات الكهربائية دي لفوق بدل ما تطلق لتحت زي ما بيحصل في البرق. بتستمد ومضات العفاريت لونها الأحمر من ذرات النيتروجين الموجودة في طبقات الجو العليا. عفاريت البرق ظاهرة صعبة في تصويرها ورصدها، وده بيرجع لعدة أسباب، منها ارتفاعها اللي ممكن يوصل ل90 كيلو متر في أثناء وجود غيوم بتساهم في حجبها، وكمان بسبب سرعتها الشديدة اللي بتوصل لأجزاء من الثانية، واللي بتعتبر سرعة الومضة فيها أسرع من ومضة البرق العادي. اسم العفاريت الحمراء أو عفاريت البرق أطلقوا عليها أحد العلماء بوحي من شكلها، واللي بعد الدراسة لقوا إنها في المجمل بتاخد 3 أشكال، منها شكل قنديل البحر، وشكل الخط العمودي، والشكل الجزري، لأنه عبارة عن شكل عمودي له تفريعات من تحت بشكل يشبه نبات الجزر. ولمحبين رصد الظواهر الطبيعية هيقدروا يشوفوها وقت العواصف الرعدية في معظم أنحاء الكرة الأرضية، وعلشان كده من الشائع جدا رصدها في أمريكا.